هنا حمدي فتحي بعد ما قطع الكورة ومضغوط باتنين لعيبة بيعرف يلاقي مسار تمرير لمهند لاشين اللي بيعمل اسكان وبيشوف أولمو جاي يضغط منين عشان يستلم عكس اتجاهه، وبيكمل للطرف عشان يساعد هاني اللي بيشوف مروان عطية في مكان أحسن ويقرر يلعب له وهو معاه فدان أرض عشان بنحاول نحافظ على الكورة. بس مروان بيقرر يطفش الكورة وتضيع بسهولة، وده يديك فكرة أنا جاي أتكلم معاك في إيه. الحقيقة إن أنا جاي أتكلم معاك في نقط محددة جدا من ماتش مصر وأسبانيا، ومش هتلاقيني بتكلم معاك عن فتوح وعن إسلام عيسى وعن مصطفى شوبير، الناس كلها اتكلمت عنهم. أنا جاي أتكلم معاك في ليه حمدي فتحي تم اختياره كقلب دفاع جنب ياسر إبراهيم، وإيه القيمة المضافة اللي بيقدمها للمنتخب. وجاي اتكلم معاك كمان في مهند لاشين وايه الاضافه اللي عملها في نص الملعب، ومقارنه بمروان عطيه ايه الزيادات اللي بيعملها مهند لاشين، وهل مهند هو الانسب لنص ملعب منتخب مصر لو هنلعب بلعيب واحد بس. هتكلم معاك كمان في امام عاشور، هو ليه اتغير بعد الشوط الاولاني، وايه الادوار اللي كان طالبها حسام حسن وما نفذهاش امام، وان امام محتاج يشتغل على نفسه اكتر من كده. وهتكلم معاك كمان عن هيثم حسن وايه الاضافه اللي بيقدمها، وليه هو من انسب اللعيبه اللي ممكن تدخل منظومه حسام حسن. بس هيبقى في تحدي كبير، هو لما يرجع صلاح هيثم هيلعب ازاي. فما تنساش اللايك والفولو، ويلا بينا نخش في التحليل. تعال بقى نشوف ليه حسام حسن غير إمام عاشور بعد الشوط الأول قدام أسبانيا. عشان نجاوب على السؤال ده لازم الأول نتفق إن إمام كان ليه دور دفاعي محدد، إن لعيب ارتكاز أسبانيا ما يستلمش أيا كان لعيب الارتكاز ده مين. ساعات كان بيبقى سولير، وساعات جريمالدو بيخش في العمق، وساعات سولير كان بيغير مع أولمو، بس دور إمام واضح: يراقب لعيب الارتكاز وما يستلمش، ولو استلم ما يلعبش براحته. وهو معاه الكورة بيبقى بيوزع اللعب على الأطراف زي ما مرموش بيشاور له. هنا دي الخطة اللي احنا متفقين عليها، احنا دايما بنطلع على الأطراف، وافتكر الكور اللي كانت بتبقى ما بين فتوح وإسلام عيسى وإمام، دي الفكرة الأساسية. بس إمام ما التزمش بالمطلوب، وتعالى نشوف ازاي. هنا زي ما انت شايف طولها في رجله وضاعت. هنا المفروض يقفل على سولير، بس إمام بيجري ورا الكرة وخلاص، وبالتالي سولير لاعب الارتكاز هنا بيستلم ومنظومة الضغط كلها بتبوظ. هنا وهو مع داني أولمو ومايل ناحية اليمين، وفي الكرة دي ده طبيعي وصح. ليه؟ لأن زيزو ما كانش في مكانه وبيشاور له خليك مكاني وأنا هروح مكانك، بس برضه إمام بيكمل جري ورا الكرة وخلاص والضغط بيبوظ. هنا الكرة دي بلمسة لهاني نطلع على الوينج وزيزو هيخترق العمق ونطور الهجمة ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، بس الكرة اتكعبلت في رجله ورجعنا لورا. هنا بيروح على هويسن، بس ده من دماغه وبيسيب سولير وبيطلع يجري ورا الكورة برضه، وبالتالي العمق برضه اتفتح واستلم سولير لوحده في نص الملعب. والمفروض اننا بنحاول نقفل العمق ونوجه لعب اسبانيا على الاطراف لان احنا قافلين الاطراف كويس. هنا لعيب الارتكاز اتغير بقى جريمالدو، وإمام بيجري وراه، يعني عرف خلاص إن جريمالدو هو الارتكاز، بس هو في لحظة قرر يسيبه والكرة اتلعبت له فعلا. هنا شوف حسام بقى حسن بيشاور له لما جاب آخره اضغط على أولمو، هو لعيب الارتكاز دلوقتي، بس إمام كان شطب بنزين ومش قادر، فأسبانيا طلعت من الضغط عن طريق العمق عادي جدا. وطبعا لأنه شطب بنزين ما بقاش حتى قادر يستلم أبسط الكور، ولو حتى الضغط كان بسيط جدا. نروح بقى لمروان عطية، هنا بيستلم في نص الملعب ومعاه هاني فاتح له وممكن يلعب له، بس ليه ألعب السهل لما ممكن ألعب الصعب وألعب الكرة أي حاجة وخلاص. دي كرة ملهاش عنوان بيخبطها في لعيب أسبانيا من غير سبب، وهنا استلام بدوران رائع. بس كده حس إن في حد ممكن يضغط عليه فراح لعبها أي حاجة لقدام، وهنا كان تقريبا بيحاول يعمل أسيست للامين يامال. تعال بقى قارن ده بمهند لاشين وشوف الفرق. أول كورة في الماتش خالص بيضغط ويستخلص بعد غلطة دافيد رايا، وحاول يصطاد رايا بواحدة، نقدر نقول محاولة جيدة. هنا كان ياسر إبراهيم بره الملعب وهو نزل مكانه في قلب الدفاع، وقدر يظبط مصيدة التسلل مع خط الدفاع، وبما إنه مش قلب دفاع كان ممكن بسهولة يجري ورا فيران توريس وكان هيبقى انفراد، بس هو عنده الوعي التكتيكي الكفاية اللي يخليه يقوم بأكتر من دور. هنا راح يضغط على داني أولمو وهو بيستلم وفعلا قطع الكورة، ولاحظ بعد كده عمل اسكان سريع جدا بيشوف وراه ايه، وكان مضغوط عليه باتنين لعيبة من اسبانيا.
بس قدر يحافظ على الكورة ويسلم هاني ويكمل تحرك عشان يقدر يساعد هاني في الخروج بالكورة. في الكورة دي بقى كله بيجري ورا الكورة ومحدش شايف مين اللي جاي من ورا. أولمو مع الكورة وفيران توريس جاي مش متراقب ومعاه مساحة كبيرة، بس الأرض تتشق ويطلع منها مهند لاشين في الوقت المناسب وينقذ الموقف. هنا مهند رجع يغطي ورا محمد هاني واستخلص الكرة فعلا، بس ما بتخلصش الحكاية هنا، ده بيسلمها لإمام والمرموش في موقف 2 على 2 بدقة شديدة وكان ممكن المنتخب يشكل منها خطورة. وهنا تحت الضغط في نص الملعب وقدام لعيبة أسبانيا بيخلص الكورة من 2 لعيبة وبيسلم محمد هاني. وهنا برضو قطع وسلم الكرة لقدام، وخلي بالك ما بيفضلش يلعب لورا، وهنا استلام بخروج من الضغط وتسليم للمنطلق فتوح علشان نطلع بهجمة. ايه رأيك بقى، هو ولا مروان عطية؟ ياسر إبراهيم بقى هتلاقيني متكلم عليه في فيديوهات قد كده من أول الموسم، فمش هنطول، هوريك بس كام مثال سريع عشان أفكرك بيهم من الماتش ده وتشوف هو ليه ما ينفعش وليه بالنسبة لي ثنائية زي حمدي وحسام عبد المجيد هتبقى أفضل. هنا استلم من شوبير وقرر يلعب الكرة طويلة وخلاص، هدية لأسبانيا يعني علشان نفضل تحت الضغط. هنا بيغطي وألف به دفاع بتطلع الكرة الصعبة على الجنب طالما مش هتسلمها لحد، بس مع ياسر مفيش أساسيات بيديها لداني أولمو. هنا ياسر بيضغط وبيطلع من مكانه، بس لا منه أخد الكورة ولا منه عطل الهجمة. وتعالى بقى نقارن الكلام ده بحمدي فتحي. هنا حمدي بيشوف فيران توريس نازل يستلق فبيطلع وراه، ومش بيطلع وخلاص، ده بيطلع ويقطع، واوعى تفتكرها صدفة، طالما حمدي ضغط يبقى هيقطع أو هيعطل، ودي كرة تانية لإثبات نفس الفكرة. طيب موقف 1 على 1 وقدام لامين يامال، مفيش مشكلة، ده أنا هقطع الكورة وهحجز عليها واخد فاول. طيب ياسر طلعها أي حاجة وراحت لفران توريس وهيبقى انفراد، ما عندكش مشكلة، طالما حمدي فتحي موجود هيطلعها في الوقت المناسب، عرضية خطيرة ولو راحت لتوريس هيجيب جون 100%. حمدي فتحي لدينا لا خوف علينا. تعال بقى نشوف هيثم حسن وأول ظهور رسمي كبير مع المنتخب. هنا بيستلم وسط 3 من أسبانيا، بس الراجل ما عندوش مشكلة يا جماعة، الراجل ده بيلعب في ريال أوبيدو في الدوري الأسباني، فريق ضعيف واخد على إنه دايما بيبقى مضغوط وتحت الكورة، وهيثم يعتبر نجم الفرقة اللي راس مالها إيه؟ الدفاع والنزول تحت الكورة واللعب على المرتدات، وبالتالي شبه اللي احنا بنعمله وهنعمله قدام بلجيكا مثلا، ومتعود كمان يلاعب المستويات دي، فبيلعب لهاني وما تحسش بمشكلة خالص وهو بيطلع بالكورة. دفاعيا الراجل كويس جدا في الالتزام، وشوف هنا راجع يغطي ورا هاني، ودي مش الكرة الوحيدة، انا جايب لك مثال بس علشان تقيس عليه هو كان بيعمل ايه بقية الماتش. في المرتدات كمان الراجل ما بيقفش يتفرج عشان الكرة مش على الجنب بتاعه، ولو مرموش كان لعب له كان هيروح 1 على 1 على جريمالدو وكان ممكن يكلفته، بس مرموش عمل الصعب. هنا بيستلم ويجري على الخط وبيلعب مع هاني ال1-2، وشدينا المنتخب كله لقدام عن طريق 1-2 ما بين هاني وهيثم حسن، ولو كان هاني فهمه وكمل كنا هنشكل خطورة واحنا مطرود مننا حمدي فتحي. طيب الدقيقة بقت 90 ومنتخبنا مش شايف ومضغوط ومحتاجين ناخد نفسنا شوية، مفيش مشكلة، ادي الكورة لهيثم وهو هياخد الكورة ويجري بيها ويشد معاه 3 من أسبانيا، والكورة دي على فكرة كانت ركنية لينا بس الحكم حسبها علينا. بعد اللي انا شرحته لك ده واللي انت شفته بعينك، ايه رأيك في اللي بيعمله حسام حسن مع المنتخب؟ وايه التشكيلة الافضل من وجهة نظرك للمستقبل؟ وازاي ممكن نلعب في كأس العالم طريقة دفاعية هجومية ولا متوازنة؟ ولو متوازنة او دفاعية او هجومية، مين اللعيبة اللي ينفع تمثل خط هجوم منتخب مصر؟ هل زيزو؟ هل تريزيجيه هما الاختيارات الانسب؟ هل مرموش وهيثم وصلاح يبقى مهاجم، ولا يبقى لعيب رقم 10 او جناح يمين؟